بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كاليدين تغسل إحداهما الأخرى كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ولذلك وجب علينا معشر المسلمين أن نسعى جهدنا متعبدين الله سبحانه وتعالى بالصلح بين المسلمين، فالصلح دائما خير، الصلح دائما فيه خير، والبغضاء والشحناء والشقاق والنفاق إنما يؤتى الدين من هذه الأبواب، أبواب الشقاق وأبواب الاختلاف والتنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك الحوار الوطني في تونس في الحقيقة كان مندرجا ضمن هذا المقصد، مقصد الدين. هذا الدين بني على عقيدة التوحيد، ويطلب من الموحدين أن تكون قلوبهم ووجهاتهم وصفوفهم موحدة. فالوجه الآخر لعقيدة التوحيد هو وحدة المسلمين. ولذلك ربنا وفقنا في تونس في الحوار الوطني لأن نصل إلى تصالح أخرج البلاد من الضيق إلى السعة، أخرج البلاد من الأزمة، من العداوة والبغضاء، ووضع البلاد على سكة الوحدة الوطنية وعلى سكة الحرية والديمقراطية ووحدة القلوب والصفوف. وأنتج ذلك دستورا وجعل تونس ونقل تونس من كونها محط انشغال للناس ووضع خطير يوشك السقف أن يسقط على رؤوس أصحابه إلى وضعية أصبحت فيها منارة وحديث في العالم كله على النموذج التونسي. هذا كله بتفعيل مبدأ الحوار والسعي للتصالح بدل شحن القلوب بالبغضاء والعداوة وتقسيم الشعب. هذا النموذج التونسي الآن أصبح محط أنظار العالم، وكل مكان فيه تنازع بين الناس إلا ويتمنى الناس يتمنون أن يروا في بلادهم ما تحقق للتونسيين. ومن ذلك ما حصل في القضية الفلسطينية، فقد ظل التنازع بين حماس وفتح سنوات طويلة، والانقسام الفلسطيني أضر بالقضية الفلسطينية أيما ضرر. ولذلك بعد نجاح وتجاوبوا معنا خير التجاوب وأثمر ذلك، والحمد لله، اجتماعا للصف مجددا في غزة واتفاق على توحيد الصف الفلسطيني مجددا، وهو الطريق لتحرير فلسطين إن شاء الله. ومثل هذا المسعى تم في ليبيا. أخواننا في ليبيا من مختلف التيارات اتصلوا بنا بعد نجاح تجربتنا وتمنوا علينا أن نبذل وسعنا في تحقيق الوحدة الوطنية الليبية، إلى إجراء مصالحة، إلى تحقيق حوار وطني على الساحة الليبية. ونحن بدأنا تواصلنا منذ مدة مع عدة قيادات ليبية، سواء منظمات ثورية وإلا أحزاب سياسية أو قبائل وعشائر ومجالس محلية لبلدات الليبية. ونحن سعونا نتقدم على هذا الطريق، وأملنا عظيم في الله سبحانه وتعالى أن يجري على أيدينا هذا الخير العظيم لجيراننا. فليبيا لها حق المسلم على المسلم، ولا حق الجار على الجار. ونحن في علاقة استراتيجية تاريخية لا يمكن أن نتصور تونس آمنة مطمئنة بدون ليبيا آمنة مطمئنة، والعكس. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، منارات للهدى، سعاة بالخير بين الناس إن شاء الله. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.